أنا مش وحش، بس طول الوقت حاسس إني أقل. دي الرسالة اللي بتوصل لكل طفل اتعرض للمقارنة من أهله. يلا بينا نبدأ الحلقة الثالثة من بودكاست ولاد امبارح، واللي هنتكلم فيها عن خطورة المقارنة وتفضيل أخ على التاني وآثارها على الأخين، مش بس أخ واحد. يلا بينا نسمع حكايات ضيوفتي. وده دايما دخلني في مقارنة معاها. كان دايما يقول لها شايفة أختك بتعمل إيه؟ تعلمي منها. كان دايما يقول لي قدامها أنت شاطرة ومؤدبة وهادية، ما بتتعبنيش زي أختك. طيب وماما كانت موقفها إيه معاكم؟ بصي، هو شكلنا دلوقتي إخوات مترابطين. بابا الله يرحمه كان عنده صفة نادرة جدا بتميزه، كانت العدل. كان طول حياته عمره ما فرق ما بين ولد وبنت، ولا حتى ما بين كبير وصغير. بابا كان شايف ان العدل مش قسمة ورق ولا شقق، كان شايف ان العدل ان كل واحد مننا يحس انه محبوب ومتشاف. هم مش بيثقوا فيا، شايفيني دايما فاشل، واني عمري مهما عملت هبقى زي اخويا. وبعد ما سمعنا القصص دي من اصحابها، اعتقد اننا فهمنا وتأكدنا ان المقارنة ملهاش اي علاقة بالتشجيع. المقارنة حتى لو بنية التحفيز تساوي ظلم وتشويه الشخصية. احنا ايوه اهالي النهاردة، لكن فينا اللي لسه عايش بجرح حصل لنا واحنا ولاد امبارح.